شايفين شكل الرغيف قابب ازاي وشكله جميل؟ ايه رأيكم بقى في شكله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض العيش الشامي، عيش المطاعم، عيش سهل وبسيط، مقاديره بسيطة زي ما انت شايفة قدامك كده وما بياخدش اي وقت. يلا نصلي على الرسول ونبدأ ونقول بسم الله. واعرفكم على مقاديري في البداية. اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. اعرفكم على مقاديري يا حبايبي. انا كان معايا كيلو من الدقيق، شلت منه جزء بسيط علشان خاطر فرد العجينه. اصبح معايا دلوقتي كيلو الا ربع من الدقيق منخول. معايا كوبايه ميه دافيه، كوبايه كبيره زي كده تعادل 3 كوبايات من مج الشاي العادي. معايا كوبايه من اللبن، معايا معلقتين كبار من السكر ونص معلقه من الملح، كيس خميره وربع كوبايه زيت. بس كده، هي دي مقادير العيش الشامي. يلا نبدا بقى ونعجن. حطيت السكر والملح، احط كيس الخميره واحط كوبايه اللبن واحط الزيت وابدا كده الم الدقيق. حابه تعجني العيش بلبن خالص زي الفل، حابه تعجنيه بميه دافيه حلو قوي، ده ماشي وده ماشي. هبدا بقى احط الميه الدافيه شويه بشويه على حسب الدقيق بتاعك. ما يحتاج ميه هتحطيله، ما تحطيش الميه كلها كده مره واحده، هتحطي شويه بشويه لغايه ما تلمي العجينه بتاعتك. لازم تكون الميه دافيه. لميت العجينه زي ما انتوا شايفين كده، شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي. ده بقى في الطبق كده واغطي عليها بحاجه واحطها في مكان دافي لمده ساعه على بال ما تخمر. على فكره انا ما حطيتش كميه الميه كلها اللي انا قلت لكم عليها في البدايه. شايفين انا قلت لكم الميه على حسب الدقيق بتاعك. انت هتحطي شويه ميه بشويه ميه على حسب ما الدقيق بتاعك يتلم ويتعجن معاكي، عشان في نوعيه من الدقيق بتاخد ميه كتير وفي نوعيه ما بتاخدش ميه كتير. كده هغطيها تخمر وبعد كده نرجع مع بعض عشان نشكل العيش الشامي. رجعنا تاني يا حبايب قلبي بعد ما العجينه بتاعتي خمرت زي ما انتوا شايفين كده. ابدا بقى اقطع العجين. احط شويه دقيق كده على الصينيه اللي هقطع عليها. ادي هنا امسك العجينه بتاعتي اعملها كده واقطع، اخد قطع صغيره خالص قد البرتقانه كده واروح لماها كده. لازم تلميها كده عشان يطلع الرغيف معاكي مظبوط وكويس. تاني
تلميها كده. شايفين قطعة العجينة حلوة ازاي؟ كده اقطع بقى ايه كمية العجين بتاعتي. قطعت العجين زي ما انتوا شايفين كده، طلع 25 رغيف. هغطي عليه كده بقى ايه يرتاح بس ايه 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نفرد العجين ونبدأ نسويه مع بعض. العجينة استريحت 10 دقايق، نحط شوية دقيق ونفرد كده. لازم تحطي كده دقيق بس مش كتير، علشان خاطر تقدري تفردي ايه الرغيف كويس وما يلزقش في النشابه بتاعتك كده زي ما انتم شايفين كده. اعمل واحد كمان، شويه دقيق، افردي كده. عندنا طريقتين للتسويه، طاسه على البوتاجاز من فوق وفي الفرن. حاول بس ايه ما نفردش الرغيف اكتر من كده علشان خاطر يبقى ليه قلب. كده هعمل كمية العجين بس اللي اعمله اغطي عليه عشان وشه ايه ما يشققش وما ينشفش. فردت الرغيف زي ما انتم شايفين كده. احط بقى هنا كده في الصاج. انا قلت لكم هسوي في الفرن وفي الطاسه على البوتاجاز من فوق. واخد بقى ايه رغيف رغيف ونسويه على الطاسه. حطيت الطاسه على النار سخنت، وبعد كده حطيت الرغيف زي ما انتم شايفين كده، والصاج حطيته في الفرن. شايفين شكل الرغيف قابب ازاي وشكله جميل؟ ايه رايكم بقى في شكله؟ ايه رأيكم بقى كده في شكل العيش الشامي بتاعي الجميل؟ تحفة. من كيلو الا ربع دقيق عملت 25 رغيف. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ شايفين السوا؟ نفتح بقى مع بعض كده الرغيف. شايفين القلب بتاعه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ حاجة طعمة بجد ونضيفة ولذيذة، وحاجة ايه مضمونة. عملنا شوية عيش شامي النهاردة بالهنا والشفا للي هياكل. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.